السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض تمرينات الدرس الثالث على الوحدة الستة من كتاب المعاصر، صفحة 244 245 246 و 247. فياريت قبل ما نبدأ الناس كلها ما تنساش تعمل لايك الفيديو عشان يوصل أكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت قبل ما نبدأ الناس كلها ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا سريعا نبتدي مع بعض. هنبتدي بأسئلة اللي تشوز أولاد على الكلمات. أول واحدة هنا بيقول لي A not is someone هو شخص you admire أنت معجب بيه and try to be like وبتحاول إنك تكون زيه. شخص أنا معجب بيه وبحاول أكون زيه، يبقى ده تعريف للرول موديل أولاد اللي هو النموذج الذي يحتذى به. رقم 2 بيقول لي A not engineer مهندس uses بيستخدم الساينس العلوم to help people عشان يساعد، أو العلم عشان يساعد الناس with medical problems في المشاكل الطبية. يبقى أكيد ده أولاد البايوميديكال أولاد اللي هو دكتور أو العالم بتاع الشيء الحيوي، أو زي ما بقول عليه الطب الحيوي. بعد كده نمبر 3 بيقول لي هنا Many people الكثير من الناس are waiting بينتظروا for the train للقطار at the not. طبعا احنا بنستنى القطار يا اولاد في محطة القطار عشان نركبه. محطة القطار طبعا بمعنى train station. نمبر 4 بيقول لي the not use science بيستخدم العلوم to help people عشان يساعد الناس live better lives عشان يعيشوا حياة أفضل يا أولاد. يبقى مين اللي بيستخدم العلم عشان يساعد الناس؟ طبعا اللي بيساعدهم الانفنتورز أولاد اللي هو المخترعين، لأن هم بيستخدموا العلم عشان يحسنوا حياتنا. نمبر 5 some students بعض الطلبة have لديهم ايه in learning في تعلم new language اللغات الجديدة. so لذلك their teachers معلمينهم always help them دايما بيساعدوهم يا اولاد. يبقى دايما الطلبة اولاد لازم ان هم بيكونوا بيواجههم، طبعا زي ما بقولنا بيواجههم difficult الصعوبات، والمدرسين هم اللي بيساعدوهم. بعد كده نمبر 6 بيقول لي هاني أزير is a role model يعني هو نموذج يحتذى به because he not young inventors لأن هو ايه المخترعين الصغيرين أولاد. يبقى طبعا لأن هو أولاد كان بيعمل طبعا support يعني دعم للمخترعين الصغار. نمبر 7 biomedical engineers اللي هو مهندسين الطب الحيوي use tools بيستخدموا أدوات like مثل ايه to help patients عشان يساعدوا بيها المرضى. طبعا المهندسين بيستخدموا أولاد sensors اللي هي المستشعرات أو الأجهزة طبعا الخاصة بالاستشعار. بعد كده رقم 8 بيقول لي هنا هاني أزير a great impact تأثير كبير in the world في العالم of civil engineering في الهندسة المدنية يا أولاد. يبقى أكيد لديه طبعا أو هو عمل طبعا great impact تأثير كبير، طبعا عمل بمعنى made. نمبر 9 the new technology التكنولوجيا الجديدة can help بتستطيع مساعدة ايه with movement difficulties مع صعوبات الحركة. يبقى كده بتساعد مين يا أولاد ان هم في الحركة بتاعتهم؟ يبقى كده أولاد بتساعد طبعا البيشنز اللي هم المرضى. نمبر 10 بيقول لي هنا civil A deals بيتفق with designing مع التصميم and buildings وطبعا المباني things like the أشياء مثل البريدجز الكباري and stations والمحطات. طبعا اللي بيعمل كده أولاد السيفل انجينيرنج اللي هم بتوع الهندسة المدنية. نمبر 11 بيقول لي my cousin is not ابن عمي أو ابن عمي بيكون إيه؟ he designs هو بيصمم and builds machines وبيبني آلات systems أنظمة or طبعا structures. طبعا أولاد يبقى أكيد هو شغال أولاد engineer يعني شغال مهندس. بعد كده جاب لي اللانجوج نوتس المصطلحات اللغويه. اول واحده بيقول لي اتس امبورتنت تو هيلب يعني من الضروري انك من المهم ان احنا نساعد ان سبورت بيبول وندعم الناس هو ار نوت نيد اللي بيكونوا اولاد في حاجه. طبعا اللي بيكونوا في حاجه في طبعا بمعنى ان يبقى ان نيد يعني في حاجتنا يعني حد محتاج مساعده. رقم 13 هي واز بورن نقط طنطا هو اتولد في مدينه طنطا. طبعا مدينه طنطا اولاد مكان كبير، طالما مكان كبير ياخد حرف الجر ان. نمبر 14 بيقول لي ماي تيتشر از نون يعني المدرس بتاعي معروف ايه هيز كاينس الطيبه بتاعته. يبقى معروف لاجل الطيبه بتاعته، لاجل طبعا بمعنى فور. يبقى نقلب ونكمل. بعد كده اولاد جايب لي تدريبات الدرس الثالث. اول واحده معايا هنا طبعا من اسئله اللي تشوز بيقول لي هنا if you study hard لو انت ذاكرت بجد you will not good marks انت هتجيب درجات جيده. طيب دي الحاله الاولى من اف يا اولاد، جبت مضارع بسيط يبقى الناحيه الثانيه will والمصدر. طب جبت will يبقى يجي وراها المصدر، والمصدر من كلمه يحصل على هي get. نمبر 2 if we lived in Paris لو احنا عشنا في باريس we not French احنا كنا هنتكلم لغة فرنسية. طب هنا جبت اولاد lived ماضي بسيط يبقى الناحية التانية would والمصدر. يبقى هنا هقول يا اولاد we would speak French يعني كنا هنتكلم فرنساوي. طبعا دي حاجة بتدل على حاجة مستحيلة ان هي كانت تحصل. رقم 3 the doctor is الطبيب بيكون ايه the heart of the patients طبعا يعني قلب المرضى. يبقى الطبيب يا اولاد بيحاول ان هو يعمل عملية تشيكينج يعني بيفحص القلب بتاع المريض.
Number 4 young learners المتعلمين الصغار need بيحتاجوا ايه to get the essential skills عشان يحصلوا على المهارات المهمة او الهامة for studying طبعا للدراسة. يبقى كده الطلبة اولاد بيعملوا عملية طبعا support، طبعا محتاجين الدعم علشان يقدروا يحصلوا على المهارات اللازمة. Number 5 التكنولوجيا has a great لديها ايه رائع on our life على حياتنا so لذلك we really need it لذلك احنا محتاجين طبعا التكنولوجيا اولاد في حياتنا. يبقى طبعا التكنولوجيا اكيد بيكون لها اولاد ال great impact يعني تأثير كبير على حياتنا. Number 6 my uncle is the only engineer عمي هو المهندس الوحيد of my not فين يا اولاد؟ يبقى اكيد هو المهندس الوحيد في my relatives يعني اقاربي او في اختصار لكلمة طبعا family يعني العيلة يعني. بعد كده رقم 2 read and complete هنترجم اول كلمه كلمه inventors مخترعين، rule يعني دور، sensors اجهزه الاستشعار، station محطه، وتشينج يعني يغير. بيقول لي دكتور فاطمه is a brilliant engineer هي مهندسه عبقريه who works in the medical biomedical field بتعمل في الطب الحيوي. she is a true هي ايه اولاد حقيقي، يبقى هي شغاله اولاد او هي a true role model يعني هي نموذج يحتذى به. for young scientists للعلماء الصغيرين. her latest project اخر مشروع ليها uses special استخدم ايه خاص to help people عشان يساعد الناس. يبقى كده اولاد استخدم طبعا sensors يعني اجهزه استشعار عشان يساعد الناس who cannot see اللي ما بيقدروش يشوفوا. she always encourage young هي دايما بتشجع ايه الصغار، يبقى اكيد بتشجع اولاد اليونج inventors يعني المخترعين الصغيرين في السن. to use science ان هم يستخدموا العلوم and technology والتكنولوجيا to نقط لكي ايه ولد العالم for the better طبعا للافضل، يبقى لكي يا اولاد يغيروا تشينج طبعا عشان يقدروا يغيروا العالم لمكان افضل. بعد كده جايب لي سؤال الديالوج المحادثه، بيقول لي هنا ليلى ليلى and عمر are talking about هاني أزير. ليلى وعمر بيتكلموا عن الدكتور هاني أزير. ليلى بتقول do you know هاني أزير هل تعرف هاني أزير؟ فعمر رد عليها. بعد كده ليلى سألته سؤال فقالت له he was born in طنطا، قال لها هو ان هو اتولد في طنطا في مصر and later he moved to Germany وبعد كده انتقل لمدينة او لألمانيا. فاكيد هو عارف هو مين، فاكيد هيرد ويقول لها yes he is يعني هو بيكون يا اولاد طبعا a famous Egyptian engineer يعني مهندس مصري مشهور. he is a famous Egyptian طبعا engineer. engineer يعني مهندس مصري. فبعد كده سألته سؤال فقال لها ان هو اتولد طبعا في مدينة طنطا، فاكيد هي هتسأله عن المكان اللي اتولد فيه فهتقول له where he was born يعني اين هو اتولد. where was he born. فاللي اتولد في طنطا بعد كده انتقل لألمانيا. فبعد كده سألته سؤال فقال لها he worked as a chief engineer يعني هو بيعمل ككبير المهندسين for the Berlin main station طبعا في محطة برلين الرئيسية يا أولاد. يبقى كده هتسأله تقول له هو بيعمل كإيه أو هو شغال إيه هناك، فهتقول له what did he work as what did he work as. قالت له that's a very big project ده مشروع كبير. فقال لها yes ايوه it's one of the largest train station in Europe يعني ده واحده من اكبر المحطات بتاعه القطارات في اوروبا. فليلى قالت له is he only known for his building يعني هل هو معروف بالمباني بتاعته بس. فعمر رد عليها وقال لها he also supports هو ايضا بيدعم الساينس العلوم and help young inventor وبيساعد المخترعين الصغيرين. فكده هيرد عليها اولاد يقول لها طبعا ان هو طبعا معروف برضه بالابداع بتاعه في العمل. فيقول لها no he is also known for his creativity معروف بالإبداع بتاعه for his creativity and hard work والعمل الجاد اللي هو بيقدمه and hard work. فليلى قالت له I think he is a great role model انا اعتقد ان هو نموذج يحتذى به. فكده يرد عليها يقول لها طبعا اكيد معاكي حق. فيقول لها طبعا I agree يعني انا متفق معاكي. we will be proud of him يعني كلنا المفروض نكون فخورين بيه. يبقى we should يعني يجب علينا كلنا all be proud of him. طيب تعالوا نقلب ونكمل.
بعد كده اولاد جايب لي سؤال للقطعه اللي بتتكلم عن دكتور هاني ازير. بيقول لي هنا هاني ازير از فيموس ايجيبشن انجينير، هو مهندس مصري مشهور. هو ميد ا جريت امباكت، عمل تاثير كبير ان ذا وورلد في العالم اوف سيفل انجينيرنج، في الهندسه المدنيه. هي واز بورن ان طنطا ايجيبت، هو اتولد في مصر في مدينه طنطا. الليتر ولاحقا موفد تو جيرماني، انتقل لالمانيا. هي وركز از ا تشيف انجينير، يعني هو بيعمل ككبير المهندسين فور ذا برلين مين ستيشن، في محطه برلين الرئيسيه. One of the largest train station in Europe، يعني هي واحدة من أكبر محطات القطار في أوروبا. هاني أزير isn't only known for his building، مش بس معروف بالمباني بتاعته but also for his support of science، لكن أيضا لدعمه للعلوم and young inventors والمخترعين الصغار. He believes، هو بيؤمن إن using science، في استخدام العلوم and technology والتكنولوجيا to help people، لكي يساعد الناس live better lives، إنهم يعيشوا حياة أفضل. For this reason، لهذا السبب he is a role model، هو مثل يحتذى به for many students، لطلبة كتير in Egypt، في مصر and around the world، وحول العالم. who are inspired by his work، واللي بيكونوا ملهمين بالعمل بتاعه and his passion، وبشغفه for helping others، لمساعدة الآخرين. طيب نشوف الأسئلة. السؤال الأول بيقول لي هنا the main idea of the passage is، القطعة بتتكلم عن أولاد، طبعا التكست هنا أولاد أو القطعة بتتكلم عن an inspiring Egyptian engineer، يعني مهندس مصري ملهم للكثيرين. رقم 2 the underline word impact، كلمة تأثير معناها إيه؟ طبعا كلمة impact هي كلمة effect أولاد، الاتنين بمعنى يؤثر، فالاتنين ليهم نفس المعنى. بعد كده أسئلة الأنسر. بيقول لي هنا where was هاني أزير born، اتولد فين؟ طبعا اتولد في طنطا في مصر، يبقى هكتب هنا in طنطا ايجيبت، طبعا في مصر. رقم 4 what does هاني أزير believe in، الراجل ده بيؤمن بإيه يا أولاد؟ طبعا بيؤمن في الساينس، وطبعا إن هو يستخدم العلوم والتكنولوجيا لمساعدة الناس، أو إن هم يعيشوا حياة أفضل. طيب تعالوا نعلم عليها في القطعة. هنكتب من أول هنا يا أولاد. هقول أول هنا هقول he believes in using science and technology to help people live better lives، من أول النقطة دي للنقطة دي. ندخل على اللي بعده. بيقول لي هنا why is هاني أزير considered a role model، ليه الراجل ده بيعتبر نموذج يحتذى بيه؟ طبعا يا اولاد لان هو بيعتبر، او ان هو اولاد بيساعد الطلبه كتير في العمل بتاعهم، وبيساعد الاخرين. طيب تعالوا برضو نعلم عليها في القطعه. هكتب من اول هنا يا اولاد، اقول ان هو he is a role model for many students in Egypt، في مصر and around the world who are inspired by his work and his passion for طبعا helping others. يبقى اكتب من اول النقطه دي لحد النقطه دي. بعد كده رقم 6 بيقول لي هنا what did هاني أزير work as، هو بيعمل كايه؟ طبعا قال لك ان هو بيعمل اولاد ككبير طبعا المهندسين، طبعا في برلين ستيشن، في محطه برلين. برضو في القطعه تعالوا نعلم عليها، نكتب برضو من اول هنا. هنقول ان هو he worked، يعني هو بيعمل as a chief engineer for the Berlin main station، من اول النقطه دي لحد النقطه دي. طيب ندخل بعد كده بلد على الباراجراف اللي بيتكلم عن a person you consider a role model، يعني شخص انت بتعتبره نموذج يحتذى به. طبعا احنا عملنا الباراجراف ده كتير قبل كده، الناس تركز معايا. في البدايه يا اولاد هحدد الشخص اللي انا هتكلم عنه كرول موديل، وانا قررت ان انا اتكلم عن معلمتي خلاص. فهقول في البدايه a person I consider، يعني شخص انا بعتبره a role model، نموذج يحتذى به is my teacher، هي معلمتي. هقول في البدايه يا اولاد she is always kind، هي دايما طيبه patient صبوره and ready to help every student، ودايما مستعده ان هي تساعد اي طالب. ايضا هقول ان هي she works hard every day، هي بتعمل بجد كل يوم and explain lessons، وبتشرح لنا الدروس in a clear and simple way، بطريقه بسيطه وطريقه واضحه. ايضا هقول when I make a mistake، لما انا بعمل خطأ she never gets angry، هي مش بتتضايق مني. instead بدلا من ذلك she encourage me، هي بتشجعني to try again، ان انا احاول مره اخرى. برضه اولاد هقول ان هي she also teaches، يعني هي ايضا بتعلمني good values، قيم جيده like honesty، زي الامانه respect الاحترام and helping others، وايضا مساعده الاخرين. ايضا اولاد هقول ان انا I admire her، يعني انا معجب بيها because she believes in us، لان هي بتؤمن بنا and wants us to succeed، وتريد مننا ان احنا ننجح. She makes learning fun، يعني هي بتجعل التعليم ممتع and give us confidence، ودايما بتدينا الثقه. ايضا اولاد هقول جمله بقى اختم بيها، اقول ان انا I hope I can be like her، يعني انا اتمنى ان انا اكون مثلها in the future، في المستقبل and inspire others، وان انا الهم الاخرين the same way she inspires me، بنفس الطريقه اللي هي بتلهمني، او بنفس الطريقه اللي هي بتعاملني بيها. وكده يا اولادي وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، واتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما تنساش تدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.